وين التيشيرت؟ شباب هيك تعالوا رافع تمسكوا هيك رافت عالي رافت عالي رافت عالي تعين علي رافت زكر علي الكابتن رافت 11 لحد اعطانا الله لو اعطاني اياه يا التيشيرت خلاص تريحوا يا شباب انت يا اخوان صورنا معه تمام صور يا رافت الاخوان الصحفيين نوجه لكابتن هلا يا اخوان استوعب شويه عم زياد شباب اذا سمحتوا لورا هسه وقت كلها سيء فريد ضبطت معك؟ ما انا عارف يا اخوان الصحفيين فيصل بن احمد سمع يا شباب علي محمود يا اخوان رجعوا لورا عشان تسمعوا الاسئله بتاعت الصحفيين يا اخوان ما حداش يحكي خلينا نسمعه عليك عليك خلي حدا يحكي محمود خلص يا تقعدوا يا بنلغي يا اخوان يا تقعدوا يا بنلغي الاسئله عشان يسمع الاسئله بس خلص الغي يا شباب خلص الغي زياد يا جماعة اقعدوا. يعني اليوم حدث سعيد لكل جماهير الوحدات انه الكابتن الكبير بكاس الكرة الأردنية رافت علي رجع بعد أشهر كانت بالنسبة لنا سنوات طويلة عن غيابه عن الفريق. سؤالي للكابتن الكبير ونجمنا الأول رافت علي كيف كانت مشاعره وهو يتابع الوحدات بعيد وهو في الكويت يحضر مباريات الوحدات وهو في الكويت؟ السؤال الثاني بس شو بده يحكي للجمهور؟ كيف منه لجمهور الوحدات اللي دائما بيستنى يسمع رافت؟ شكرا لك استاذ هيثم. اول شيء السؤال الاول يعني كانت مشاعر كثير حزينه وكثير مبسوط اني بشوف نادي الوحدات بيلعب. كنت حابب دائما يكون نادي الوحدات الحمد لله منتصر ومتعودين انه نادي الوحدات دائما منتصر، لكن هاي حال كرة القدم، مرات تفوز مرات تتعادل مرات تخسر، بس الحمد لله يعني الله صبرني. الحمد لله ربنا رجعني طبعا لنادي الكبير نادي الوحدات والجماهير. السؤال الثاني بالنسبه لكلمه الجمهور، يعني نفس الكلام اللي حكيته، احنا بالنسبه لنا اهم شيء انكم تفرحوا واهم شيء انكم دائما تكونوا منتصرين ونحقق البطولات اللي بتفرحكم. ان شاء الله رح نعمل جهدنا، ما نبخل عليكم باي شيء، ان شاء الله غير تكونوا مبسوطين ان شاء الله بالفتره الجايه ان شاء الله. رأفت، كيف تصف تجربتك الاحترافيه مع نادي الكويت الكويتي؟ وشو يعني شو ممكن تعمل لأنه في جماهير عاتبة عليك؟ كيف يمكن لرأفت علي مرادات هاي الجماهير؟ أنا أول شيء بالنسبة لسؤالك بالنسبة للاحترافي، كان احترافي جيد جدا ماشي بشكل كبير، الحمد لله قدرت أؤدي بشكل طيب وأمثل اللاعبين الأردنيين نادي الوحدات بشكل خاص بشكل طيب من الناحية الأخلاقية من ناحية اللعب والأداء.
لكن زي ما بتعرف يا هذا كرة القدم مش في كل مكان نفس الشيء، ممكن تتوفق ممكن ما تتوفق، ممكن الفريق يتأقلم معك ما تتأقلم معه. بس الحمد لله الجماعة هناك ما قصروا وكانوا محترمين بشكل كبير، وقدرنا نوصل صيغة تفاهمية بيننا وبينهم. وبالنسبة للعتبانين علي ممكن يكون حقهم يعتبوا علي، ممكن الناس تكون مبسوطة مني وناس تكون زعلانة مني، بس اللي بقدر احكيه انه انا ابن النادي، بخدم النادي في كل مكان بكون فيه، بحاول اخدم النادي وامثل النادي بشكل جيد، وان شاء الله يقدرني امثلهم بالفترة المقبلة ان شاء الله. زكريا العوضي. كابتن رافت يعطيك العافيه، في البدايه نحكي هنيئا لنا جماهير الوحدات بعوده رافت علي الى صفوف بيته الاول. كابتن رافت، فريق الوحدات هذا الموسم سيكرر سيناريو الموسم الماضي برحيل حسن عبد الفتاح ورحيل عامر ديب واحتماليه رحيل عبد الله ديب، فكيف سيكون وضع الفريق في ظل وجود قائد ميداني محنك زي رافت علي؟ المشوار المقبل مع رافت علي، وقعت لمده موسم ونصف مع نادي الوحدات، هل تعتقد ان رافت علي سيكون قادر ان يوقع بعد هيك للوحدات؟ يعني بالنسبة لسؤالك الشق الأول بالنسبة للاعبين الموجودين أو اللاعبين اللي بدهم يحترفوا، أول شيء بتمنى لهم التوفيق في رحلتهم الاحترافية، لأنهم ما بيمثلوا نفسهم، بيمثلوا نادي الوحدات. إن شاء الله بيقدروا يؤدوا أداء كبير وأداء جيد ويرفعوا اسم الوحدات عالية. وبالنسبة للفريق دائما فريقنا مش واحد أو اثنين بيمثلوا الفريق، هاي مجموعة، وإن شاء الله المجموعة بيكون في تكاتف، بيكون في روح عالية. إذا كانت الروح عالية والتواصل موجود من الجهاز الإداري والجهاز الفني واللاعبين، الجهود الجماهير الكبيرة تعزرنا دائما، إن شاء الله راح نحقق المطلوب، إن دائما نكون مستوانا عالي ونتائجنا طيبة إن شاء الله. الشق الثاني بالنسبة للعقد مدته موسم ونص، إن شاء الله إنه الله بيقدرني أقدم أداء طيب بهالفترة، وإن شاء الله بعد هالفترة إنه كل حديث إن شاء الله بقدر أكمل. كل ما كملت راح أكون موجود في النادي، مش في النادي في المدرجات، مش مشجع في البيت وبشجع هذا النادي ما بستغنى عنه بشكل. كابتن، الجماهير تستبشر بعودة الكابتن رافت علي والكابتن أحمد عبد الحليم بعد الإصابة، فبعض الجماهير تعتقد أن الكابتن رافت علي يمتلك مفاتيح الكؤوس مثلا، هل هذا يمثل ضغط نفسي أم دافع معنوي كبير للكابتن رافت علي للعطاء؟ يعني بالنسبة لي هاي الجماهير اللي بتيجي على الملعب واللي بتيجي على النادي، اللي بتحب النادي وبتحب الفريق وبتعزز الفريق، هاي هي بتعطينا 50-60% غير الأداء غير التقديم. فإن شاء الله هم يظلهم معنا ويساندونا، إن شاء الله أنا والكابتن أحمد والكابتن المجموعة كلها الموجودة والجهاز الفني والجهاز الإداري، هاي مجموعة كاملة إن شاء الله بتكون متكاملة، إن شاء الله بتكون منظومة تعمل صح، وإن شاء الله بنحقق المطلوب إن شاء الله. أسئلة ثانية يا أخوان. شكرا لحضوركم. أنا بدي أسأل بس سؤال أخير بعد رفعت شيء لا رفعت بس ارجعي كمان شوي لأن أنت عشان التسجيل مش عشان الجدال. بدي أسألك هلا الجماهير بتتساءل هل رأفت علي عنده إصابة؟ وما هو السبب الحقيقي لإنهاء عقدك الاحترافي؟ أنا الحمد لله سليم، ما في ولا إصابة ولا شيء. وبالنسبة لإنهاء عقدي بالبيت كان يعني عند رغبتي وعند يعني كان عند طلبي، الجماعة كانوا متفاهمين ومتعاونين، يعني لي رغب كبير كان أخلص من هناك، مش لأنهم جيدين، بالعكس هم جماعة محترمين، عندهم كرة قدم متطورة، عندهم نادي كبير بالإدارة وبجماهيرهم، بس بضل نادي الوحدات غير طبعا.